شفت اللي حصل في سوس النهارده؟ ما شفتش؟ تعالى. الطفل اللي قدام حضراتكم ده عنده 11 سنه واسمه احمد السيد وساكن في الالبان. كل مشكلته ان كان نازل يجيب طلب لوالدته وقامت خناقه في الشارع ومسجلين خطر وشويه اشكال ملهاش اي 30 لازمه. ضربوا بعض وفي الاخر واحد فيهم ضرب واحد بالنار. الطلقه جت في دماغه بالغلط وبقاله يومين في العنايه المركزه مستنيين ان النزيف يقف علشان خاطر يقدروا يطلعوا الطلق من دماغه. الصور دي تم تداولها على الفيس على كل صفحات السويس وبقت ترند. الناس دي او الشباب دي هي اللي كانت بتتخانق والخناقه كانت ما بينهم، الله اعلم ما بينهم وما بين طرف تاني ولا ايه الموضوع، ولكن هم دول كانوا طرف من ضمن الخناقه ودول اللي عملوا مشكله ودول اللي ضربوا. واحد فيهم ضرب محمد احمد السيد بالنار. طبعا الكلام ده على حد قول كل الناس اللي موجوده هناك، الله اعلم مين الصادق ومين الكذاب، ولكن دي المفروض الحقيقه اللي كل الناس بتقولها. ذنب اهل الطفل ده ايه بالظبط انا ما اعرفش. طفل زي ده بريء ما عملش اي حاجه في حياته ونازل يجيب طلب لوالدته ويحصل فيه كده. حتى لو انتوا بتتخانقوا ايه اللي يوصل الخناقه للمنظر ده وايه اللي يوصل الخناقه للاسلحه دي كلها انا ما اعرفش. طبعا